السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شهوة نجاة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الرز باللحم. كيجي بنين بزاف، اللحم كيجي طايب والرز كيجي معزول حبة على اختها، ما كيجيش معجن. غادي نحضروا بطريقة بسيطة ومبسطة وبدون تعقيدات. قبل ما ندوزو نشوفوا المقادير والطريقة، الا كنتوا اول مرة تزوروا القناة ما تنساوش دعمونا بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو تكتشفوا المقادير والطريقة. في واحد الطنجرة غنديروا فيها الزيت. بالنسبة للطنجرة انا درت الطنجرة العادية، يمكن لكم ديروا الطنجرة ديال الضغط، كيبقى لكم الاختيار. وكندير فيها الزيت، كندير فيها اللحم، الكميه ديال اللحم كتبقى على حسب عدد الاشخاص. وكنزيد عليه التوابل. بالنسبه للتوابل كاملين غادي نخليهم لكم مكتوبين اسفل الفيديو. وغادي نشحر داك اللحم في هذيك العطريه على نار تكون مهيله باش ما كتحرقش لينا ديك العطريه. ومن بعد كنزيد عليها جوج بصلات مشلضين، كنشحرو في ديك البصله، كنزيد عليه الماء طايب وربطه ما بين القزبر والمعدنوس وكنغطي عليه، كنخليه حتى كيطيب. ومن بعد كنحيد داك اللحم من هذيك المرقه. من بعد ما كيطيب كنحيد معاه شويه ديال المرقه باش غادي نسخنوا فيه اللحم من بعد. وهنايا ديك المرقه اللي بقات ليا كنزيد عليه الرز بسمتي. من بعد ما كنغسلو من بين 3 حتى 4 ديال المرات باش كنحيد منه ديك النشويات، وكنرقدو في الماء واحد نصف ساعه. من بعد كنزيدو على ديك المرقه وكنزيد عليه نفس التوابل اللي درت في اللحم، غير شويه ما نكتروش لان المرقه ديجا فيها التوابل. ما غاديش نزيد الملحه حتى ندوق ونشوف. وهنايا درت الماء، الكميه ديال الماء خص يكون طالع فوق الرز ما بين 2 سنتيم حتى 3 ديال السنتيم. الا لقيتوه باقي ما طايب وشرب لكم الماء، يمكن لكم تزيدوا شويه ديال الماء طايب، غير ما تكتروش وما تخليوهش يطيب بزاف باش ما كيتعجنش. وزدت عليه الزبيب وغطيت عليه، خليته يطيب على نار تكون مهيله. ومن بعد ما كيطيب ما كنغطيش عليه باش داك الصهد ما كيرجعش عليه وغادي يتعجن. وصافي من بعد ما كيطيب كنديرو في الطبق ديال التقديم، كندير عليه داك اللحم من بعد ما كنسخنو في المرقه ديالو. ومن بعد كنزينو من الفوق باللوز، التزيين كيبقى اختياري. وهذا هو الشكل ديالو النهائي. صراحه كيجي بنين بزاف واللحم كيجي طايب مزيان. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم على المتابعه ديالكم والتشجيعات ديالكم. الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.